الشبابيك اللي يجمع بالفنانة إليسا، وهو أول تعاون فني ما بينهم. وفي التسجيل ظهرت إليسا وتامر حسني وهم في غاية الانسجام ليغنوا الأغنية، واللي يتوقع الكثير أنه هالعمل رح يكون جدا ترند ومفاجأة فنية لعام 2017. في المقابل أعاد معجبو عمرو دياب مقاطع من مقابلة للفنانة إليسا أشارت فيها أنه هي تتمنى تقديم دويتو مع عمرو، وردا على السؤال أيهما تفضل في حال خيرت بين عمرو دياب وتامر حسني فقالت عمرو دياب طبعا. اكيد مش تامر. لا تامر بحبه، مخص ونجم وشاطر وعنده جمهور كتير كبير، بس أنا نظرتي ورؤيتي لعمرو دياب غير. بس المنافسة بين عمرو دياب وتامر حسني كبيرة، وعلى ما يبدو أنه تامر سبق دياب بخطوة، وهذا لحضوره وتواضعه ومحبة الناس إله، وهالشي خلى دياب يصحى من جديد ويتفاعل مع الناس بعد غياب وانقطاع عن الساحة الفنية. والسؤال هون، هل فعلا زمن عمرو دياب اختفى واحتل تامر حسني مكانه، ولا ما زال عمرو بالمقدمة؟ ارتاحوا.